متأكد. أيوة أنا جدعون. أنت بقى مين؟ انا فيلو وسمعت عنك، بس هي ايه حته الصوفه اللي في ايدك دي؟ دي العلامة اللي ادهاني ربنا. تعرفش حتة الصوف دي عملت معانا إيه؟ هي دي اللي خلتك تنتصر في الحرب ضد المدنيين؟ مش بالظبط كده، بس دي كانت علامة قوية من ربنا إنه هيكون معانا. طب ازاي؟ ربنا كلفني بالحرب، كلفني كمان أكون جيش، ووعدني إن هيكون معايا وهنتصر فيها كمان، وسماني جبار البأس. بس أنا بصراحة ما كنتش واثق إن هكون قد المسؤولية الكبيرة اللي كلفني بيها ربنا، وعشان كده طلبت من ربنا طلب. قلت له يا رب عايز أنام وأصحى ألاقي الصوفة دي مبلولة والأرض اللي حواليها ناشفة. وفعلا نمت وصحيت لقيت الصوفة دي مبلولة والأرض اللي حواليها ناشفة. بس بصراحة أنا كنت محتاج أتأكد أكتر، فطلبت من ربنا عكس الطلب، وقلت له يا رب عايز أنام وأصحى ألاقي الصوفة دي هي اللي ناشفة والأرض اللي حواليها مبلولة. وفعلا ربنا استجاب لطلبي عشان يأكد لي إن هو معايا، وكونت الجيش. طب وبعدين؟ اكيد طبعا كان عددكم كبير واسلحتكم كتيره. فعلا كونت جيش من حوالي 32 ألف راجل، لكن ربنا فضل يفرز فيهم لغاية لما خلاهم 300 بس. يا خبر، بس ده عدد قليل قوي. فعلا ربنا قال لي لو الجيش كبير والأسلحة كتيرة الموضوع هيكون عادي، وساعتها النصر هيرجع لقوة الجيش مش لقوة ربنا. وعشان كده ربنا قال لي أستخدم أدوات بسيطة جدا زي القلل واللبواء. بقوة ربنا وثقته فينا قدرنا نهزم جيش المديانيين الكبير بكل أسلحته. ده اللي ما كانش عادي. يعني انت عايز تقول لي ان ثقه الله فيكم هي اللي ادتكم القوه؟ بالظبط كده. اوعى تفتكر ان احنا كسبنا الحرب بقوتنا او خبرتنا في الحروب. احنا كسبنا الحرب عشان ربنا واثق اننا نقدر. خليك واثق يا فيلو ان قوتك الحقيقيه وقيمتك في ان الله شايفك ازاي، مش انت شايف نفسك ازاي. ربنا نظرته مختلفه عننا تماما، هو شايف اللي احنا ما بنقدرش نشوفه. ايه ده؟ نجمه التميز، ازاي كنت ناسيها؟ شكرا يا جدعون. انا مضطر اسيبك عشان اروح احتفل مع رجالتي بالنصر. سلام يا فيلو. سلام يا جدعون.